هاي يا جماعه، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا من اخر الفيديو بتاع النهارده. هعملكم فلوج، وانا النهارده طالعه لكم بحقيقتي وطالعه لكم بالوحمه بتاعتي عشان مبحبهاش فبخفيها في الفيديوهات. النهارده قلت بقى مش هحط ميك اب ولا اي حاجه، ف هعمل لكم روتين كده بسيط، وهننضف الشقه بقى. ويعني محتويات الفيديو هتكون مش هنضف الشقه كلها، يعني هعمل مثلا عندي اطباق هتتغسل، هعمل اكل وهغسل الهدوم وهظبط الاوضه، فكل ده اصوره معاكم. عايزه اشارككم اكتر في حياتي، فبس ده هيكون فيديو النهارده. فلو عجبتكم الفكره متنسوش طبعا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد بنزله. وهكلمكم شويه بقى عن السكن واوريكم الاوضه وازاي الامان هنا في الشقه اللي انا قاعده فيها، وكل حاجه يعني هنتكلم فيها في فيديو النهارده. فبس يلا بينا نبدأ فيديو النهاردة. على فكرة الساعة يعني احنا مش الصبح، الساعة 3 وانا لسه معملتش اي حاجة، فهعمل كل حاجة معاكم دلوقتي. فاول حاجة هنروح ونعمل الاكل ونشغل الغسالة على الهدوم. بصوا انا هوريكم الامان اللي انتوا المفروض تعيشوا فيه لو انتوا بنات وواخدين سكن في زايد. البلكونة متأمنة حديد، حتى الباب حتى الشبابيك متأمنة حديد. بس انا عايزه اوريكم الباب عليه بوابه حديد. طبعا ده مش في كل الاماكن. بصوا احنا كمان عاملينه بقفل كمبيوتر، يعني شايفين البيبان اللي بره معلهاش حديد. فلازم لو انتوا بنات واخدين كمان في ترباس 2 كمبيوتر، صدقوني ده هيكون حلو ليكم، بالذات ان في بنات بتخافوا كده. فيعني دي هتكون حاجه كويسه. حتى اللي في المطبخ اللي اسمه المنور برضو عليه حديد، الشبابيك عليه حديد، فلازم تعملوا كده. اول حاجه شغل الغساله عشان تتملى كده. طبعا الميه بيبقى لونها اصفر في الاول بعدين بتتغير، ممكن يصفر. هسيبها بقى تتملى شويه، وعلى ما تخلص هعمل المواعين. وعلى فكره يا جماعه لازم تاخدوا بالكم ان الميه هنا مش حلوه، يعني لو انتوا قاعدين كده الميه مش حلوه خالص، مضطرين ان انتوا تشتروا ميه. يعني مفيش حد يجي هنا ويشرب من الحنفيه، مش هينفع. الميه وحشه خالص، يعني مش حلوه للشرب. فانصحكم يعني ان انتوا تشتروا ميه، نشتري القاروره. دلوقتي بقى هعمل اكل، فانا طلعت فراخ ماشي، هعمل فراخ وهعمل مكرونه. فممكن اوريكم يعني خطف كده على السريع بعمل ايه وكده. فهقطع بصل وطماطم وفلفل وهحط على الفراخ وهسيبها تستوي في بعض كده، وبعد كده هعمل مكرونه، وبعدين بقى هحمر فراخ واكل. فهوريكم بصوا انا قصدي كده عملت بصل وطماطم وفلفل. دلوقتي بقى هحط عليهم الفراخ كده، حطيتها وحطيت الورق اللورا ده واي بهارات بقى حطوها. انا اصلا ما عنديش غير ملح دلوقتي فحطيته، هي لسه مجمده عشان لسه مطلعاها من الفريزر. فولعت عليها ودلوقتي بقى هغطي عليها واسيبها تستوي لوحدها. بصوا انا قررت اكلها بعيش مش مكرونه. كنت بحبها بعيش وكاتشب بس ما عنديش كاتشب. دلوقتي بقى هنعمل الاوضه. طبعا يعني مش مترتبه خالص، فهنرتبها سوا واصور لكم وانا برتبها. اول حاجه هعمل السرير، طبعا عليه الكيس ده فيه ميك اب وحاجات، ده فيه الميك اب والمايك وبتاعه الشعر. هشيل كل الحاجات اللي على السرير. الملايه طبعا انا بغسلها، فشيل اي حاجه، مش اي ورق والازايز. المهم هظبط الدنيا واجيلكم. خلاص كده. دلوقتي بقى الارض
هكنس الارض وهشيل المشترك والمكوى والسشوار تحت الكرسي. دي الميه اللي انا بقول لكم هاتوا منها، هتلاقوها ب35 جنيه. يعني دي انا يعني الحبه دول كده على قد ازازتين كبار من اللي هما دول، فبجد هتكفي معاكم. يعني دي ب10 ودي ب35، فهتكفي معاكم. بس وهظبط بقى الحته دي معاكم برضو، بس هظبط الدنيا بقى واجيلكم. كده انا خلصت. هنا حطيت النوت بوك دي والكتاب اللي هو بتاع الانجليزي، الكلمات والحاجات دي، بس مفيش حاجه تانية. ظبطت الدنيا وخلاص كده. عايزه اوريكم الاكل، هحاول اشيلها. بصوا انا زودتها شويه ميه، هو المفروض ما نزودهاش بس عشان بخاف تنشف وكده، فده كده شكلها دلوقتي. طبعا لازم نغطي عليها، مينفعش نسيبها مكشوفه عشان ما تنشفش. بصوا انا محتاجه اقص شعري، فتعالوا نقصه بالمره واحنا قاعدين. انا هقص منه الاطراف بس. بصوا ده كده شكلها بجد يا جماعه، طعمها خطير خطير بجد. فباكلها بعيش بقى وخلاص كده. كان ممكن احمرها بس كسلت بصراحه، فهاكل بقى وارجع لكم. بس كده ده كده فيديو النهارده. ما عنديش حاجه ممكن اعملها اكتر من كده. انا لسه بعمل هدوم على فكره، بس مش هعمل حاجه تانية غير ان انا هنام، لان انا بصراحه مش قادره وصحيه بدري النهارده. انا عارفه ان الفيديو مش حلو قوي، بس بصراحه يعني مش متعوده ان انا اعمل فلوجز وكده في البيت وحاجات زي كده. بس ممكن اعمل لكم بقى في ايام الجامعه وايام الدراسه، اعمل لكم فيديوهات حلوه يعني. فبس كده، لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك سبسكرايب، كمان اكتبوا لي في الكومنتس افكار فيديوز تانية عشان اعملها لكم. بحبكم جدا، اشوفكم في فيديو جديد.